الفيديو ده هيثبت لك ان البنت دي اللي كانت في الفيديو اللي فات اللي انا نزلته عنها كانت باردة جدا، مش بتفتح كلام، بتقفل في الكلام، مش متقبلة الشاب. هي دلوقتي بنت فرفوشة وبتهزر وبتضحك ولغة جسدها مفتوحة، فقط بسبب تغيير الشخص اللي قدامها. اتفرج وهوريك قصدي ايه بالظبط. عاملة ازيك؟ ايه؟ الحمد لله. كويسة. الحمد لله. اسمك ايه؟ بتول. بتول. اولا هي بتقول كلمة بتول، لو تلاحظ انها بتبص لفوق ده دليل جدا ان البنت دي فيها بعض من التكبر، لان البنت فعلا جميلة، البنت جميلة. فواضح جدا انها 24 ساعة بتاخد فاليديشن من الناس ومعاكسات، فطبعا حاسة انها فوق كل الناس، فبتقول بتول بكل تكبر. ودي حاجة مش هنتكلم فيها دلوقتي. اسم حلو. وبعدين يعني وبعدين انت اسمك ايه؟ مش ايوه تقول؟ اسأليني كريم. مهتمة، بتضحك. انت اسمك ايه؟ وفي هزار، تحس انها هي اللي حابة تعرف اسمه ايه. هي بتبتسم لمجرد ان هو ما قالهاش اسمه ايه اصلا. فالبنت متقبلة الديت دلوقتي. بتعملي ايه في حياتك طيب؟ بروح الجيم، حلو. بقعد مع زوزي. زوز. بروح الجيم وبقعد مع زوزي، تحس انه كلام عادي. لا، بقعد مع زوزي علشان هي بتديله فرصة يسألها، يقول لها مين زوزي، فتقول له دي القطة بتاعتي، ويفضلوا يتكلموا عن القطة. البنت بتديله طعم انها عاوزة تفتح كلام، هي عاوزة تتكلم معاه. مين؟ القطة بتاعتي. القطة بتاعتك ريد فلاج مثلا اللي تشوفيها في الراجل. بص، هو بصراحة انا ما بحبش اسم كريم. اه. دي اول ريد فلاج، ماشي، بس الاكس. اتس اوكي يعني عادي. الاكس. السؤال بتاع الشاب، الريد فلاجز اللي بتشوفيه في الرجالة، أنا بصراحة مش بفضل الأسئلة دي في أول ديت، لأن أنت كده بتحاول يعني إن تشوف هي شايفاني إزاي، فبشوف الريد فلاجز اللي هي شايفاها في الرجالة عموما. يعني هو سأل السؤال، قالت له أول ريد فلاج إنه يكون اسمه كريم، بس اتس أوكي يعني. طيب، هو في احتمالين إنها فعلا مش بتحب اسم كريم، واتيفر بقى السبب، إن كان في إكس أو صديق ليها أو واتيفر. الحاجة التانية واللي أنا متوقعه بصراحة إن البنت بتعمل كده كنكش. في حاجة اسمها في الريد بيل النيجنج، أو في الجيم سوري النيجنج، النكش. هي بتنكشه. أنا مش بحب اسم كريم اللي هو اسمك أنت، بس اتس أوكي يعني، علشان هو يحاول يبرر لها، لأن البنت شايفاه دلوقتي أعلى منها، فهي بتحاول تنزل شوية من قيمته في الديت، عشان يقول لها لا ده اسم كريم كويس، ده أصل أنا كويس، أنا مش زي حد، أو whatever بقى. الرد على سؤال زي كده يقول لها مش مهم، ما يفرقليش اي حاجه، بس وبعدين يغير الموضوع وتفر بقى اللي يتكلم فيه يعني، او يقول لها كملي بقى ريد فلاجز التانيه يعني، يهزر او يبالغ او يقول لها طبعا ده كريم ده وحش جدا، ده انا توكسيك فشخ كده مثلا. ولكن هي غالبا هي بتعمل كده عشان تحاول تقلل من ثقته بنفسه شويه. بتاعك. لا، ما عنديش اكس اسمه كريم والله. تحبيش مش الاسم كده على طول؟ ماشي. ماشي. تاني حاجة، مش بحب الولد اللي عنده بنات صحاب بنات كتير. عندك صحيح مشكلة مع الجيرل بيست فريند؟ اكيد عندك. جيرل بيست فريند. انا بس عاوزكم بس تبصوا على عينيها وتعبير وشها. البنت مركزة معاها فعلا. لو شفت الديت اللي فات مع شاب تاني من نفس البنت دي، ما كانتش اصلا مهتمة، وكانت وشها مقفول ومكشرة ومش بتتكلم خالص. دلوقتي لا، بتتكلم، في رياكشنز في وشها، في بادي لانجوج عندها بقت افضل بكتير، لمجرد ان غيرنا الشاب. وعلى فكرة الشاب ده مش بيتكلم بالجيم افضل حاجة يعني، ولكن هي متقبلاه شكليا، هي متقبلاه شكليا ومدياله فرصة. فبيقولها دلوقتي على الجيرل بيست فريند، فهنشوف رد فعلها. بتسمعي مين؟ لو شاب تاني ما كانتش متقبلاه وداست على الزرار الأحمر، كنا هنقول إنها بترفضه، ولكن هنا زي ما تقول كده هي متضايقة من اللي هو قاله. زي بالظبط لما تكون أنت مع بنت هي بتحبك وأنت عارف إنها بتحبك، وأنت تقول لها حاجة تقوم هي مخربشاك، أو تزقك، أو تشدك من التيشيرت. هل دي معناها قلة أدب أو قلة احترام؟ لأ، هي متضايقة منك لأن هي مهتمة برأيك، مهتمة بشخصيتك. فلما تلاقي حاجة هي مضايقاها، بتنكشك، تدوس على الزرار، تخربشك، حاجات زي كده يعني. ففي الحالة دي الدوس على الزرار مش هعتبرها رفض تماما. بحب زياد زازا، زياد زوز. توليت، تقول ايه؟ وفي واحد كده اسمه عفروتو. واحد كده اسمه عفروت. يا جماعة بصوا، يعني بصوا الأكشنات ده، بحب زياد زازا، بحب كذا، بتتكلم بعفوية، وبتتكلم وهي مبتسمة. الأكشنات وشها أصبحت حلوة جدا، مش مقفولة تماما. لو شاب تاني مش مهتم كانت تقول لك بحب زياد زازا، بحب عفروتو، بكل برود. لكن دلوقتي لا، بتتكلم، وفي واحد كده اسمه عفروتو،
تحس ان الكلام فيه نبرة هزار، فيه نبرة فتح كلام، انا مفتوحة لك، يعني كلمني وهزر معايا والدنيا هيبقى زي الفل خالص. تسمعي تكنو؟ بسمع ايه؟ تكنو. تكنو ده رحت تليفون ده ولا ايه؟ رحت الساحل؟ رحت الساحل اهو. رحت لا الساحل. ثواني، تكنو جديد ده لا. قومي. قومي. اقدر اقول لكم ان البنت ما كانتش هتدوس. البنت كانت معجبه بالشاب ده. الشاب ده مش جامد جدا في الجيم، ولكنه مقبول، هو كويس، هو جيد، ممكن اقول جيد. 6 من 10 في الجيم. هو كشكل، هو عاجبها، يعني الشاب ده عاجبها. البنت ما كانتش هتدوس. الشاب داس ليه؟ ما اعرفش ليه بصراحه، دي حاجه ترجع له، ولكن البنت ما كانتش هتدوس. الولد ده كان اعلى من البنت دي في الديت. وشوف رد فعلها دلوقتي لما تعرضت للرفض. عشان تعرفوا بس حاجة واحدة، إن البنات مش بيتحملوا الرفض أكتر مننا ب20 مرة. ما يستحملوش الرفض. تقتلهم بس ما ترفضهمش. بص رد فعلها. على فكره انت بقى، على اصلا فكره انت بتتكلم عن كده ليه؟ قومي. طب بص بقى، اقوم ولا ايه؟ شوف بيقول لها قومي. تحس إنها نبرة هزار، بس لأنه عاجبها هي متقبلة اللي بيقوله. أنت بتتكلم معايا كده ليه؟ و رياكشناتها أصبحت حلوة جدا، مع إنه بيرفضها تاني مرة، بيقول لها قومي، بس بتعامله كويس. الشاب ده لو حرفيا لو استناها بره البرنامج واتكلم معاها وخد رقمها، هيكملوا مع بعض. الشاب عاجبها جدا، ولانه رفضها عجبها اكتر. تخيلوا بقى انه لانه عجبها، او سوري لانه رفضها، هتنجذب ليه اكتر. واضح جدا من الديت ده ان البنت دي منجذبه للشاب ده. عشان اسلوبك، عشان اسلوبك لوكال. انا اسلوبي لوكال. عشان اسلوبك لوكال، وبعدين بتبص له وبتشوف رد فعله، ووشها كله مبتسم وفرحانه. البنت بتقول له لوكال، اللي هو ممكن حد يشوفها شتيمه. اللوكال يعني انت بيئه يعني، او حاجه زي كده. بس هي بتنكشه، بتبص له بعدها، عاوز تشوف رد فعله. البنت دي مهتمه جدا بالشاب. انا بس حبيت اوريكم مثال ان نفس البنت اللي كانت بارده جدا دلوقتي اصبحت لذيذه، وبتهزر وبتضحك وبتفتح كلام وبترمي له طعم، وبتنكشه وبينكشها وبيرفضها، وهي ما زالت متقبلاه عادي وبتهزر معاه. آم، النصيحه الاولى والاخيره اقدر اقولها لك: بنت مش متقبلاك سيبها وامشي حالا. نفس البنت اللي مش متقبلاك دي، لو جه واحد تاني قد يكون أقل منك وسامة، أقل منك طولا، أقل منك في الذكورة وفي الشخصية وفي كل حاجة، ولكنها متقبلاه، والله هتعامله أحسن منك 20 مرة. ودي حاجة ما تزعلكش. أنت مش مطالب إن أنت تعجب كل بنات العالم، أنت بس عاوز بنت واحدة في الآخر هتتجوزها. وأنا محتواي هنا عشان بس أساعدك إنك تلاقي البنت اللي تتجوزها في الحلال إن شاء الله. بس كده، ده الفيديو بتاعنا النهارده. انا حابب بس تعلقوا تكتبوا في التعليقات الايجابيات والسلبيات للفيديوهات بتاعتنا. ولو السلسله دي عجبتكم، انا هعمل منها كتير وكتير. وبرضو اي اقتراحات اكتبوها لي في التعليقات. اشوفكم في فيديو تاني. مع السلامه.